السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم العيال من قناة حكايات أم العيال. رجعنا لكم النهاردة بالجزء الثالث والأخير من قصة مريم ومرات أبوها صفية. القصة اللي هزت قلوبكم في الجزئين اللي فاتوا النهاردة هتكتشف أسرار كبير جدا ونشوف النهاية الصادمة. يلا نبدأ حكايتنا، بس زي كل مرة لازم نسمي الله الأول ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انزلوا دلوقتي حالا في الكومنتات فجروها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. متنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، وكمان تعملوا لايك حلو علشان ترفعوا القناة والقناة تكبر بيكم. يلا بينا نبدأ القصة ونعرف الجزء الأخير بيقول ايه. بعد ما ظهرت الست الغريبة وانقذت مريم من البير، الجو بقى مش طبيعي. أبوها قاعد بيترعش وصفية بتصرخ وكأنها شافت شبح أو شافت عفريت أو شافت. ما كانش متوقعة اللي هيحصل مرات أبوها. الست قربت من مريم وحطت إيديها على كتفها جامد. مريم كانت مصدومة، كانت خايفة. دي ست ولا شيطان ولا إيه بالظبط؟ قالت لها ما تخافيش يا مريم، اسمعيني كويس. أنا مش مجرد ست، أنا أخت أبوكي الحقيقية. إيه؟ مريم هنا اتصدمت، وقفت مكانها، اتجمدت مش عارفة تقول ايه. قالت لها انت بتقولي ايه؟ انت عايزة تفهميني يعني انت عمتي بصوت فيه رجرجة؟ انت 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 عمتي؟ الست هزت راسها وقالت ايوه انا عمتك، وانا شايلة سر مقتل السنين كله، شايلاه وانا تعبانة. مقتل ابوكي شايلاه وانا تعبانة. يا اللي عايشة معاكي دي مش مرات أبوكي، ولا ده أبوكي، ده قاتل أبوكي وخاين أبوكي، خد مكان أخويا عشان يسيطر على كل حاجة. الصدمة شلت لسان مريم، فضلت تبص للراجل اللي عاش معاها طول عمرها على إنه أبوها، لكن في الحقيقة كان قاتل أبوها. هي تقدر تستحمل ده؟ صفية بدأت تصرخ وتقول لها اسكتي، اسكتي، لو اتكلمتي هنخلص عليكي زي ما خلصنا على غيرك، اسكتي اسكتي. فضلت صفية تردد الكلام ده، لكن الست ردت بقوة: خلصتوا على غيري، أنا شاهدة على كل حاجة، وهو وقت الحساب جه. وفجأة أبوها، أو بالأصح قاتل أبوها، انهار وقال أنا ماليش ذنب، أنا كنت غلبان، أخوك كان عنده كل حاجة وأنا كنت محروم من كل شيء. لما جت الفرصة ضعفت وقتلته غصب عني واتجوزت مراته وخدت كل حاجة، بس عمري ما عشت في راحة. مريم وقفت تبص لها ودموعها مغرقة وشها. حرمتني من أبويا الحقيقي وخلتني أعيش في عذاب. ليه؟ ليه عملت معايا كده؟ أنا عملت معاك إيه؟ قولي ليه عملت كده؟ ليه حرمتني من أبويا الحقيقي؟ ليه قتلته؟ ليه؟ وهو كل ده ساكت ما بيردش، مش لاقي رد يقول. الست اللي هي عمتها قالت لمريم اسمعيني، حقيقتك ظهرت، دمك مش رخيص، انت بنت راجل شريف اتقتل غدر. دلوقتي لازم تختاري، تسامحي او تاخدي حقك. هتسامحي الراجل ده اللي قاتل ابوكي، ولا تاخدي حقك منه وتقتليه زي ما قتل ابوكي؟ مريم فضلت ساكتة لحظة ورا لحظة ورا لحظة، قلبها مليان غضب وقهر، لكن فجأة رفعت راسها وقالت انا هسيب حق ربنا، ماليش في الدم، ماليش انا في الدم يا عمتي، ولا هكون زيكم، بس من النهارده عمري ما هعيش في البيت ده تاني. الراجل ده رباني صحيح، كان قاسي عليا هو ومراته صحيح، كنت بحس فيه الحنان، بس كنت بحس ان هو بيتردد يدهوني، علشان كده انا هسيبه لربنا، هو ربنا اللي هياخد حقي منه لاني انا ماليش في الدم. صفية انفجرت من الضحك. هتروحي فين يا بت؟ الدنيا هتستحق. لكن عمتها قالت أنا هكون معاها وحق أخويا هيتاخد بطريقتي. ومن هنا بدأت النهاية. بعد أيام قليلة جدا أهل البلد كلهم عرفوا الحقيقة. عمتها فضحت القاتل قدام الكل، لأن هي مش قادرة تاخد، لازم تاخد طار أخوها، مش قادرة تنسى اللي حصل، لكن البنت سابت لربنا. لكن عمتها فضحته في البلد كلها وقالت إن هو ده
اللي قتل أخويا، وجابت شهود من زمان كانوا شافوا القتلى وشافوا الواقعة وهم بيدبروا الجريمة، كانوا شافوا كل حاجة. الناس هاجت عليهم وأخدوهم للحاكم، اعترف بجريمته قدام الجميع واتحكم عليه بالقصاص. صفية حاولت تهرب لكن أهل البلد مسكوها وقالوا انت شريكة في الظلم وده جزاكي، واتطردت من البلد كلها. بعد شوفوا ما هي كانت فوق، وكانت يا عيني ظالمة البنت. دلوقتي بتترجاها ان هي تسامحها وبتترجاها انها تقعد في البلد، لكن اهل البلد مش راضيين، طردوها من البلد. اما مريم خرجت من البيت اللي عاشت سنين مرة، راحت تعيش مع عمتها، وهناك لقيت الأول مرة طعم الأمان والحنان والحب والاطمئنان. عاشت وهي شايلة جرح كبير بس في قلبها قوة وصبر. بقت مش زي أي بنت. اتعلمت من الحياة واتعلمت دروس كتير واتعلمت الصبر. بس عمتها عوضتها عن الدنيا كلها بالحنان والحب وأهل بلدها، وكل فلوس أبوها رجعت لها وبقت أحسن من الأول، تاكل كويس تلبس كويس تشرب كويس. بس هي موجوعة من جواها، أبوها اتقتل وما هيش عارفة تعمل ايه، بس بتقول يا رب. وأهل البلد كانوا معاها علشان يغيروا نفسيتها، لأنها طبعا اتظلمت وكانت نفسيتها تعبانة جدا. اتظلمت بس طبعا ما استسلمتش للواقع، ما استسلمتش للظلم، عاشت حياتها وكملت. جاء قابلها شاب من أهل البلد، اتجوزته وعيشها أحلى حياة، حياة ما كانتش هي تحلم بيها. حست إن ربنا عوضها عوض كبير وخلفت صبيان وبنات وتوتة توتة. خلصت القصة النهاردة. وفي يوم وهي واقفة قدام قبر أبوها الحقيقي، راحت له ومعاها أطفالها وزوجها، حطت عليه ورد وقالت وبصت لأبوها: ما كنتش أعرف الحقيقة يا بابا، بس أوعدك إن حقك هيرجع، إن بنتك هترفع راسك وهتفضل رافعة راسك باسمك لآخر العمر. سكتت لحظة وبصت للسما وقالت: ربنا دايما بينصر المظلوم حتى لو بعد حين. بص يا بابا، أنا زوجي عوضني عن الدنيا وعمتي وولادي، أنا عايزاك تشوفهم، أنا هعوضهم عن الدنيا، مش هخليهم يكونوا زيي. وانت يا بابا هحاول بقدر الإمكان أطلع لك صدقات وأعمل لك حاجات حلوة كتير، بس يا بابا حاول تسامحني، ما كنتش أعرف الحقيقة. وهنا كانت نهاية قصتنا. ما استسلمتش البنت لأي حاجة. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصة مريم ومرات أبوها وأبوها اللي مش أبوها، وقصة مليانة ظلم وخيانة، لكنها بتعلمنا إن الحق عمره ما بيموت. الحق بيفضل عايش وبيصرخ جوانا، وإن ربنا ما بينساش عباده. لو القصة أثرت فيكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك حلو منكم. دعموا حكاية أم العيال عشان نكمل معاكم في قصص جديدة مؤثرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم وتعجبكم قصتنا. انزلوا حالا في الكومنتات صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لكم سلام ولا أقول لكم مع بداية في قصة جديدة؟ استنوني قصة جديدة أكتر اشتياق، مؤثرة أكتر من حكايات أم العيال. سلام عليكم.